سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف راجل في إيده حلقة من صفر، يعني لابس أسورة من نحاس، فقال له: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني علقتها عشان أمنع بيها المرض. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: انزعها، إنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني هتخسر الآخرة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما سكتش، لأن الموضوع مش مجرد حلقة في الإيد، الموضوع اعتماد القلب. النهاردة الحلقة دي اتغير اسمها، بقى اسمها شيك ويناسب العصر والزمن اللي احنا عايشين فيه، بقى اسمها أساور للطاقة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الرقي والتمائم والتولة شرك، يعني أي حاجة القلب بيتعلق بيها على إنها سبب للحماية من غير ربنا ده شرك بالله. إيه هي أساور الطاقة؟ هي أساور معمولة من أحجار، كل لون ليه معنى، كل معنى ليه وعد: حماية، حب، توازن، شفاء. الناس بتلبسها في الشغل، في الخروج، في النوم، وكأنها أمان متنقل معاك. هما بيقولوا عليها حماية شخصية، طاقة ماشية معاك، توازن طول اليوم. وبيسوقوا ليها إن انت كمان لازم تلبسها في إيد معينة عشان بتبعت ذبذبات للكون وبتستقبل طاقات كونية. أشهر أساور الطاقة سوار العين النمر، بيستهدف الناس اللي حاسة بضعف وداخلة على تجربة جديدة. بيقولوا عليه بيقوي الثقة بالنفس، بيحمي من الحسد، بيثبت الطاقة الكونية، بيبدأ يتسحب من قلبك بالتدريج التوكل على الله، وبتعتمد فعلا على السوار ده. سوار الشكرات السبعة، وده أخطر أنواع أساور الطاقة. هو مش مجرد حجر أو لون، ده داخل في عقيدة كاملة. بيقولوا عليه فتح مسارات الطاقة، انسجام مع الكون، علاج نفسي وروحي، وإن التوازن والشفاء جايين من الكون والطاقة. وهنا الخطورة، لأن الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ يتسحب من القلب، بتعتمد على حاجة تانية خالص. سوار الكوارتز الوردي بيقولوا عليه حجر الحب، شفاء المشاعر، جذب العلاقات. لو قلبك اتكسر الحجر ده هيصلحه. قبل ما نكمل، تعالوا نرجع خطوة لورا ونبص للصورة كاملة. أساور الطاقة النهاردة مش مجرد اعتقاد، دي صناعة كبيرة جدا، ليها تسويق، ليها مؤثرين في المجتمع، ليها قصص جاهزة ووعد بيتباع. وكل ما الخوف يزيد البيع يزيد، السعر يعلى. الصناعة دي قايمة على بيع الوهم، وهم الأمان للناس المرهقة. لما الإيمان يتحول لمنتج لازم نقف ونسأل: ليه حد ممكن يصدق حاجة هو عارف إنها متسوقة؟ ده اللي هنتكلم عنه في الجزء التاني. لو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والاشتراك.